السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة ام سبور الرياضية. في هذه الحلقة نهضروا على فريق الرجاء البيضاوي، فريق اللي هذه الأيام الأخيرة تعرف أزمات كبيرة، منها أولا تصدع في المكسب المسير ديالو، والدليل على أنهم واحد المجموعة ديالهم قدموا الاستقالة ديالهم، وخرج الرئيس في واحد الاعلان ديالو على انه في اخر الموسم غتكون هناك جمع عام باش يعاود اعاده ترشيح او انتخاب رئيس جديد. وبهذه المناسبه هذه كاين ثلاثه ديال العناصر اللي مرشحين راسهم لرئاسه هذا الفريق، وحنا اليوم غنهضروا على واحد من هاد الثلاثه هادو اللي هو عزيز البدراوي. فعزيز البدراوي اللي ما تعرفوش هو رئيس ومدير العام المشرف العام ديال شركة أوزون الخاصة بجمع النفايات أو الأزبال كيف ما تيقولوا. فهاد الشخصية هذه هو شخصية عصامية، المواليد حي التقدم بالرباط، إنسان شعبي كون عصامي، كون راسو براسو حتى أصبح من لي ملياردير ديال المغرب. عفوا. فهذا الشخصيه هذه هي شخصيه ديال التحديات كيف ما كنعرفوه، شخصيه ديال التحديات، شخصيه ديال العلم، شخصيه ديال انه قبل ما يدير اي مشروع تيدرسوا الاف من الاوجه كلها، شخصيه ديال لونتربريز، شخصيه ديال ان انتربرونور اللي هو يعني عصري متحضر، ان انتربرونور اللي كيستطيع انه يسوق المنتوج ويسوق الشركات المغربيه على الخارج وبالخصوص في افريقيا. فهو عنده دي مارشي في السودان، في مالي، مجموعه ديال الدول الافريقيه. فهذا كيعبر عن النجاح ديال هذه الشخصيه هذه والنجاح ديال هذا الشخص هذا اللي اليوم غادي يتعاطى الرياضه. فالى جانب انه كان من الناس اللي عندهم منح كبيره في واحد الميدان معين، فمؤخرا تعاطى يعني كيشجع مجموعه الفرق، من بينها اخر فرقه كنشجعها هي فريق ديال امل بوزنيقه اللي في اقسام الهواة. كذلك عنده دعم المجموعه ديال الفنانين. فاليوم غيدخل الفريق كرئيس فريق كبير بزاف، وانا غنخليكم مع هذا الاوديو اللي خصو الجمهور الكريم وخصو المجموعه ديال الفعاليات باش يجاوب على الاسئله اللي كتطرحها مجموعه من المنابر الصحفيه، واللي كيعبر فيها اولا على الشغف ديالو وعلى الهوس ديالو بفريق الرجاء البيضاوي، على انه رجاوي الى النخاع، كذلك على انه دخل لهذا العالم من اجل الربح، من اجل الاستثمار، من اجل مؤسسه فريق الرجاء البيضاوي وجعله مؤسسه او شركه، كذلك الاتصالات ديال مجموعه ديال الاخوان به، كذلك يعني معرفته بفريق الرجاء والفريق ديال الرجاء وبالكواليس ديالها. فلهذا حنا غادي نتصنتوا لهذا الحوار ديالو اللي هو حوار يعني غني على التعريف، وغادي ناخذ منه معلومات كثيره حول الشخص، حول على النجاحات ديالو، وحول حتى الرؤيه ديالو المستقبليه والاهداف ديالو، ولما لا على حتى البرنامج ديالو مع فريق الرجاء البيضاوي. الفكرة ديال الترشيح ديالي لرئاسة ديال نادي الرجاء البيضاوي جات من مبادرة مع الإخوان الرجويين، حقيقيين رجويين حتى النخاع. اقترحوا عليا الفكرة وتدرستها، فكرت فيها كعادة ملي كنبغي يعني كنبغي نبدا شي مشروع او لا، حتى كندرسو مزيان جميع الجوانب ديالو وتنشوف واش نقدر ننجح فيه ولا ما ننجح فيه، وعاد كنشرع في هذا المشروع هذا. الرجاء ورئاسة نادي الرجاء البيضاوي مشروع طموح. قبلت الفكرة لأنه درستها وتقبلتها وإن شاء الله غنمشي فيها. العلاقة ديالي بالمنخرطين ديال الرجاء، واحد جزء من المنخرطين تعرفت عليهم، الله يعمرها دار، ما عندي ما نقول. كاين واحد الفئة عاد غادي نتعرف عليها وضروري نتعرف عليها، لأن هاد الناس هادو خصني نتعامل معاهم في المكتب الجديد إن شاء الله. من بعد الجمع العام اللي غادي تعلن عليه إن شاء الله مستقبلا، لأن كما كتعرفوا المكتب الحالي ديال الأستاذ أنيس قدم الاستقالة ديالو، كيبقى غير التاريخ ديال عقد هذا الجمع العام نهاية الموسم الكروي الحالي.
المجيء ديالي للرجاء، السؤال ديالك واش كرجل أعمال ناجح أو كمحب، بجوجهم. رجل أعمال ناجح نعم، جاي يخدم الرجاء بكل فرح وسرور. محب للفريق، أنا أحب الرجاء حتى النخاع. ماتشات الرجاء اللي حضر ليا كنتفرج في الرجاء راه بحال شي حمق ولا شي مجذوب. الترشيح ديالي خلق واحد أو لقى واحد الإجماع جماهيري. حقيقة أنا تفاجأت به مفاجأة كبيرة وأثلج صدري، لأنه ما كنتش كنتوقع. لأنهم تيقولوا لي راه الجمهور ديال الرجاء جمهور صعيب. إلا بغيتي راه بحال شي دار لا غتدخل ليها خصك تدخل مسلم، طلب التسليم ودخل لعند الرجاء. ما كنتيش ناوي الخير وقلبك مسلم، غير اعطيها اتساع، لانك راه ما غادي تخسر فيها. الور الخبر ديال الترشيح تلقاتو الجماهير كما شتي على دوك الصفحات ديال السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي. الناس فرحانين، كل شيء كيطلبني راه الا جات المناسبه ونوريكم الناس اللي كيصيفطوا لي على الصفحه ديالي الانستغرام، ولا كيقول لك عندك تخوي بينا وترجع للور السي عزيز، عندك يتنيوك على هاد المبادره هذه، راه حنا عاد كنستفايلوا بك خير وكنتمناو الخير يجي على يديك. سؤالك من يكون عزيز البدراوي وكيفاش جا للرجاء؟ عزيز البدراوي هو رجل أعمال مغربي ولد الشعب، كبر من الطبقة الكادحة الفقيرة بأحد الأحياء ديال الهوامش ديال مدينة الرباط. قرا وكد وتقاتل وبنى نفسه بنفسه بواحد العصامية. طوبة باش بنيناها. هنا غنجاوبك على النجاح، لانه فعلا اللي تبع المسار ديالي بديناه من تحت الصفر. كاين اللي تيقول لي سي عزيز بديتي من الصفر، كنقول له لا، الصفر فيه واحد شويه الايجابيه. انا بديت من تحت الصفر حتى وصلنا بالنغنى الله اننا خلقت شركه او مجموعه شركات اللي بلغات حتى العالميه. كنشتغلوا واحد مجموعه من الدول الافريقيه. انا الان اتواجد باحدى الدول اللي صيفطوا لي وقالوا لي بغينا نشتغلوا مع المجموعه ديالك. انا الان في دوله السنغال في العاصمه دكار. شفت واحد المجموعه من المسؤولين ديال هذه الدوله هذه في اطار الاستثمارات وخدمه لبلدي وسمعه بلدي وكذلك المجموعه ديالي. الالتحاق ديالي بالرجاء كما قلت لك في سؤالك الاول هو انه الاخوان الرجويين جاوا لعندي طلبوني ولبيت النداء، لان الرجاء هذه هي من تنادي. النقاط ديال البرنامج الانتخابي كنفضل انني ما نناقشهاش دابا، ولكن نقول لك الهدف الاسمى هو نرجع ان شاء الله الرجاء السكه ديالها الصحيحه، ونرجعها المكانه الصحيحه ديالها اللي كتليق بها. الرجاء فريق عالمي، الرجاء فريق ديال المغاربه كاملين، خصو يكون في الرياده ديال المغرب. والرجاء فريق ديال الافارقه. انا في السنغال وكنهضر على الرجاء كيعرفوا شكون هي الرجاء. الرجاء خصها ترجع للمكانه ديالها، خصها ترجع للالقاب ديالها القاريه ولما العالميه. النداء ديالي للجمهور، وهي كلمه كذلك حتى المنخرطين. حنا اليوم الا كنا كنهضروا على رجاويين وكنا كنهضروا على اننا نخدموا الرجاء، فالرجاء كلها محتاجه لجميع الفعاليات، لجميع الغيورين، جميع المحبين، جميع المنخرطين، كاع اللي كيحب الرجاء محتاجه ليه اليوم. خصنا نغلبوا المصلحه ديال الرجاء فوق جميع المصالح ديالنا او الخلافات ديالنا، او اللي عنده شي حاجه ما يقول، ولا باغي يعاير، ولا باغي يحفر، ولا يخلي غير شويه. خلينا غير نخرجوا من داك بحال داك الغار من النفق، نخرجوها، وديك الساعه ياخذ فرصه ديالو يعاير ولا يصطاد في المياه العكيره. انا كنهضر على الرجاويين الغيورين.
كاين واحد الشرذمه مندسه، كاين دوك لي فوك كونط اللي مخشيين، اللي كيعايروا، اللي كيزرعوا البلبله والفتنه. انا بحقيقه هذه اول مره غادي نخوض تجربه ديال رئاسه ديال الكلوب وفريق من هذا الحجم. ما عمرني كنت يسحبني هذا الشيء كله كاين. كنت تنشوف هذا الشيء في السياسه، وكنت مبعد من السياسه، مبعد من الانتخابات، مبعد، الى ان جات هذه الفرصه ديال تسيير رياضي وافقت عليه. حقيقه لم اكن يعني اعلم بانه الامور كلها غتكون معقده بحال هذا الشكل، ولكن هذا لن يثنيني ولو للحظه. انا ساواصل هذا المسار، ساواصل هذه المبادره، هذه ساذهب ان شاء الله لابعد نقطه في هذه الانتخابات للرئاسه ديال فريق الرجاء العالمي. وتاكدوا انه الله راه كيشوف، إن يعلم الله بقلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. شكرا جزيلا. فمن بعد ما المكتب المسير ديال الرجاء البيضاوي الحالي حدد يوم 16 يونيو تاريخ لعقد الجمع العام الانتخابي للرئيس الجديد، فبداو الترشيحات كيبانوا. واول ترشيح اللي كاين ولحد الان هو اللي كاين بوحدو في انتظار يوم اغلاق يعني الوقت ديال الترشيحات اللي غيكون يوم الاربعاء المقبل. فلائحه وحده هي مقدمه، لائحه عزيز البدراوي، كيف ما سبق شرنا في الفقره الاولى على كيفاش تقدم، يعني كيفاش قدموه للتقدم وكيفاش هي الاهداف ديالو، كيف مجموعه الحوايج. من اول ما السي عزيز البدراوي وضع اللائحه ديالو عند المكتب يعني ديال الانتخابي ديال فريق الرجاء البيضاوي، بدا في الحمله ديالو. من بين اللقاءات اللي اولا عقد لقاء مع الحكماء ديال فريق الرجاء البيضاوي. هذا اللقاء هذا فادو كثير، كيف ما غادي نسمعوا في الصوره ديالو وفي الصوت ديالو، كيفاش انه التفاعل ديال هذوك الحكماء مع الحضور ديال الشخصيه ديال عزيز البدراوي، ولا كذلك القيمه ديالو كواحد من الوجوه وواحد من الاثرياء ديال المملكه. كذلك من بعد دار لقاء مع يعني المنخرطين، وهي المؤسسه اللي كتقبل، اللي هي اللي كتشد الترشيحات. وكيف ما غادي تشوفوا في الصور، صوت وصوره، على انه جا ودخل عندهم لواحد القاعه كبيره وقدم لهم المشروع ديالو. كانت بالنسبه لي هي كلقاء تعارف مع مجموعه من المنخرطين، يعرفوا عن قرب هذاك لو كونتاكت فيزيوال، لو كونتاكت يعني يعني فيس تو فيس، كان مهم بزاف. وكشفنا في الاخير كيفاش كانت واحد العناق كبير، وكاين واحد الصوره جماعيه لكل المكونات المنخرطين ديال فريق الرجاء البيضاوي. بهذه الاشارات هذه كنشوفوا على انه كاين واحد اول مره كنشوفوا واحد الاجماع كبير جدا على واحد الشخص لرئاسه فريق الرجاء البيضاوي. اللقاء التواصلي اللي كان هذه الأمسية هذه هو تعارف مع المؤسسات المنخرط اللي قدمت لهم الترشيح ديالي للرئاسة ديال نادي الرجاء العالمي رسميا للمؤسسات المنخرط، اللي هي برلمان ديال الرجاء. تعارفنا، قدمت لهم البرنامج، الخطوط العريضة ديال البرنامج ديال العمل ديالي، اللي كيبان كاين واحد التجاوب كبير معايا، كاين واحد الدعم، وهنايا نسطر عليها دعم لا مشروط الحقيقة من طرف الأغلبية. كاينه إرادة ديال تغيير، الناس ذواقة التغيير، كما هي كذلك إرادة ديال الجماهير الرجوية اللي كنشكرها كذلك على الدعم ديالها وعلى الثقة. أنا تنقول لها من هذا المنبر هذا ثقتك هي هنا على راسي، وسأبذل إن شاء الله قصارى جهدي باش نحاولوا نوصلوا لك النتائج المتوخات، واللي هي إرجاع الرجاء البريق ديالها، إرجاع الرجاء هي رجاء العالمي، رجاء الشعب بالألقاب، لا على المستوى الوطني أو المستوى الإفريقي.
فكيف ما شفتوا صوت وصوره لاحظنا على انه الاختتام ديال الاجتماع ديال السي عز البدراوي مع المنخرطين كان عباره عن عناق وعن صوره جماعيه كتعبر على ان كل الطرق او الطريق كلها معبده لترشيح او لرئاسه فريق الرجاء البيضاوي من طرف سي عز البدراوي، اللي كيف ما قلنا رجل الى جانب انه رجل عصامي كيف ما قلنا في الفقره الاولى، وعلى انه سيد كون الثروه ديالو بيديه. ثاني حاجه انه انسان عنده العقليه ديال التجاره، عقليه ديال لي مارشي، عقليه ديال الكوميرس، عقليه ديال الربح، عقليه ديال الاستثمار، عقليه ديال مجموعه الاشياء اللي كتدخل في كل ما هو تجاري، كل ما هو يعني ماركتينغ، كل ما هو يعني صناعي، كل ما هو او نيفو دو برودكسيون، او نيفو ديال التسيير، المانجمنت، كل الجوانب اللي كتهم ما عدا الجانب الرياضي، اللي كنظن على ان السي عز البدراوي ما غاديش بالخبره ديالو بالتجربه ديالو، ف يعني لي كابيني دو كونسلتينغ وداكشي مجهودين، وغادي يدور به واحد الطاقم اللي غيكون طاقم كبير وطاقم اللي غيمكن يعني يفيدوا في هذا الدومين هذا ديالو اللي عنده واحد شويه ديال النقص فيه. اما المسائل الاخرى فهي كلها يعني يتحكم في الخيوط ديالها. ف يعني خاطئ او لا مخطئ هذا اللي كيظن على ان هذه الشخصيه ديال عز البدراوي غتجي الرجاء البيضاوي وغتحل الكنوز ديالها وغتبقى تدفق في الاموال. فكيف ما كنقولوا، كيف ما يعني هذيك المقوله المأثوره اللي جات على واللي هي مأثوره وبالخصوص على الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي كيقول لست بالخب ولا الخب يخدعني. يعني هنا راه الرجل ذكي جدا، وماشي هو ما جايش باش يمكر، والمكر ما غاديش يخدعه. دونك هذا المفهوم هذا اللي كنهضروا عليه هنا راه يحيط به. فمخطئ كيف ما قلت، مخطئ من ظن على ان عزيز البدراوي جاي الرجاء البيضاوي باش يخسر الاموال ديالو. فهذا منطق ما عندوش هو، بعدا هذا الشخص هذا ما عندوش هذا المنطق، هذا عنده منطق ديال الربح، عنده منطق ديال يكفي على ان الشخصيه او الشركه ديالو اللي كيملكها واللي كون منها الثروه ديالو، فكانت داخله في صراعات كبيره مع مجموعه ديال الشركاء اللي كانوا او المنافسين ديالو في الساحه، وكان كيكسب دي مارشي ديالو. فالانسان عنده تجربه، عنده خبره، والاسقاطات كلها ديال هاد الكم ديال التجارب ديالو والكيفيه ديالو الا كانت غادي تكون عنده واحد الاسقاطات على الميدان الرياضي، فهذيك غادي تكون ايجابيه وغتكون اضافه كبيره. كما كتشوفوا فالملاحظه على انه كاين واحد اجماع لا من ناحيه الجمهور، لا من ناحيه ديال المنخرطين، لا من ناحيه الحكماء، كاين واحد تهيئ باش يكون هذا الشخص رئيس لفريق الرجاء البيضاوي. هذا ماشي عيب، لانه باش نستوردوا هذه الكفاءات التسييريه، هذه الكفاءات التجاريه، هذه الكفاءات اللي عندها هذه الخبره في يعني في لو مارشي ايكونوميك ولا في مجموعه هذا اضافه كبيره للرياضه وللرياضيين، وما غيكون غير لو بلوس. حاجه اخرى، فإلا لاحظتوا فالخرجات ديالو من بعد تقديم الترشيح ديالو كانت كثيره بزاف، ودايره واحد الضجه ودايره واحد الهاله. وكيف ما غادي تلاحظوا في ذاك الريبورتاج اللي كيخرج، يعني مجرد من الخروج ديالو من الاجتماع ديال المنخرطين كانوا غيستضيفوا مجموعه المنابر الاعلاميه، وهو فضل على انه كيف ما كنعرفوه قال لك هذا عصر ديال الشفافيه، عصر الوضوح، وما يمكنش يعطي المعلومه لواحد المجموعه قصيره من الصحفيين ويخلي المجموعه الاخرى. السدراوي كيف مر اليوم الجبهه من المنخرطين؟ شوف انا غنقول لك غدا بلاتي شوف بلاتي نقول لك صمت، بلاتي نقول لك شوف بلاتي الله يخليك غدا كاينه ندوه. شوف بلاتي يا بنزيما، غدا كاينه السبت الله يرحم باك اسمع الله يخليك غدا كاينه ندوه صحفيه غادي نهضروا فيها مع الصحافه غيان كو بور فو دومان مع السونس هنايا. يعني الا غنهضروا دابا علاش غنجي غدا وانتم لا والله يجازيك بخير. الا كاينين نتوما كاينين منابر اخرين معروضين باش ما يكونش هذا عصر اللي غنقول لك، هذا عصر الانفتاح الشفافيه. غنهضروا معكم كاملين، ما عندنا ما نخبيو باش نجي غدا ونقول نعاود عاوتاني غدا نعاودوا نفس الهضره.
غتكون فهو رجعهم حتى الاجتماع ديال اليوم اللي بكل صراحه كان اجتماع منتظر، على انه غتكون فيه شرح البرنامج، كانت تكون فيه اسئله مباشره من طرف الصحافه اللي قال هو بخصوص على ان هي صحافه كيعتبرها صحافه ايجابيه وصحافه اللي يمكن يعني تؤدي به الى الامام، وتزيد في الشرح ديال الافكار ديالو وتزيد في الشرح ديال البرنامج ديالو. الا انه كيف ما كنعرفوا فعزيز البدراوي هو شخصيه عامه، وغالبا كانت عنده خلافات مع مجموعه المنابر الاعلاميه سابقا او حاليا، فمجرد الحضور ديالهم فهو اعتذر وطلب السماحه من طرف مجموعه ديال الاعلاميين، وكيف ما غادي تشوفوا في يعني في الاعتذار ديالو على انه ما بغاش يدخل لهذيك مع ديك الصحافه ديال كيف ما قال لهم هما الصحافه ديال يعني المستوى الهابط. وان دو بريس انا اللي طلبتها وبغيت نتلاقى فيها الاعلاميين. وسائل الاعلام باغي نتلاقى الصحافه، ماشي اخي ولا الزبل ما غاديش نتلاقى. انا غادي دابا ما قدرناش نفلتريو هذا الشيء، انا غادي ندير لقاء صحفي وغادي نعيط على الاخوان وغادي نصيفطوا لهم وسيله اللقاء اللي غتجيبهم باش نفلتريو. راه ما كاين لا لقاء ولا والو، حنا عرضنا على الصحافه اللي كتحترم راسها. ملي تخلطات الدعوه ما بقاش عندنا حتى شي حاجه، كنلغي كنطلب السماحه من الاعلاميين، ولنا لقاء في هاد اليومين اون فاجيري غادي نستعملوكم ونصيفطوا لكم موين دو ترونسبور باش نخدموا المقابله ديال الرجاء. اسمح لي بلاتي حنا عيطنا على وسائل الاعلام على الصحافه، ماشي الواد الحار. حنا عرفنا القناه لا غير باش حنا ما نهضر على حتى شي واحد خيخي وهذوك لا شي خويا لا شي غنحيد الميكرو. دير الميكرو كتاع دير الميكرو كنت حيت لي الميكرو. هذا حمل ختو هذا الشيء ما عندهاش بلاصه معنا. العهد الجاي هذا عهد اخر. ولكن باغي الصحافه يعني اللي غتكون عندها النقد الايجابي، باغي يكون مع الصحافه اللي عندها النقد البناء، بغى يكون مع الصحافه اللي عندها المصداقيه وعندها يعني الوزن ديالها وعندها حتى التاريخ ديالها. ما بغاش هو يدخل في يعني في داك الدوامه ديال الصحافات اللي كيتنقلوا الاخبار من هنا ومن هناك. فمن حقه هذه كذلك امتحان بالنسبه للشخص. يمكن انا ربما ما استنتجته على انه امتحان، مادام عنده الاجماع ديال الجمهور، عنده الاجماع ديال الحكماء، عنده الاجماع حتى ديال المنخرطين، فبقات ليه خصو واحد الاجماع من طرف الصحافه، خاصو واحد الاجماع اخر. وكنظن على انه هذه تجربه، هذه ربما ان تيست داروا للصحافه باش يعرف الصحافه المواليه لعز البدراوي والصحافه اللي غتخرج غدا ان شاء الله وغتقول لا ما كانش خاصو يدير، وحنا جينا وحنا هذه وما كانش خصو كان هذا يمكن يكون ان تيست بالنسبه ليه المجموعه ديال الصحافه اللي يمكن غدا ولا بعد غدا يعتمد عليها، وغدا غادي تكون تختصر بها المعلومه ديالو، وغتكون الاقصاء ديال المجموعه ديال الصحافه الاخرين اللي ما عندهمش الغرض انه غير بتهديم الفريق او بتهديم ذاك الشخص. فكيف ما لاحظتوا فهذا موضوع دابا ديال الساعه، لانه اليوم 16 يونيو قريب جدا، وغادي تكون فيه واحد اعاده ميلاد الفريق الرجاء البيضاوي، كيف ما قال هو في التدخلات ديالو على انه بغى يرجع لها الامجاد ديالها، بغى يرجع لها كل ما كانت عندها. ف بالنسبه لي انا كملاحظه يعني مخطئ من يظن على ان امجاد الرجاء البيضاوي هي ديك التيكي تاكا ديالها، هي الممارسه وهي الكره وهي الفنيه. زكريا عبوف سفري وقف كورتو عاد فتح عند اللاعب رضوان الحيمر، طريقه جميله باش كيمروا اللاعبين ديال الرجاء. السفري غادي عرضيه بالفعل عند مصباح مستودع تبحث على المنافذ كل مكان بالكعب عند زكريا عبوف. مثلثات بين اللاعبين ديال الرجاء، هذا هو الاسلوب اللي كيميلوا ليه اللاعبين، ممتاز لاعبين ديال الرجاء، حتى لدرجه ان الجمهور اللي كيتجاوز هنا 30,000 متفرج ما راضيش بتاتا على العرض ديال فريق كورنثياس.
يعني هذا هو العرض، هذا هو الايقاع اللي كيبحث عليه فريق الرجاء. ماشي سهل على فريق يلعب بهذا الايقاع امام فريق كبير اللي هو فريق كورنثيانس، وبلد كتعتبر الرائد عالميا في كرة. وهي هذاك لي بتي بون، هي مجموعه الحوايج. لا يعني الفعاليه والاوج ديال الرجاء البيضاوي هي بالتتويج، هي بالحصول على الالقاب. هذا هو الهدف اللي خصو يمشي ليه، وهذا هو اللي غيمشي ليه الشخصيه تاع عز البدراوي، لانه انسان كيمشي للهدف نيشان وكيدير ليه الوسائل باش يوصل ليه. وكنظن على انه المثل ديال سعيد النصيري في الوداد، فهذاك مثل ولا يقتدى به. فغالبا فغالبا ومن المحتمل عندنا انه غادي يمشي في الخطه ديال سعيد النصيري في يعني في الصمت وفي العمل في الصمت والاستغلال والحصول على مجموعه الالقاب. فكما قلت على انه مخطئ من يظن على ان التاريخ والخبره والمكان العالي للدرجه البيضاوي هي في ديك اللقطات اللي كانت كدار. لا بالعكس، فالرجاء العالمي دار بكاس العرب، دار بالشامبيونز ليغ افريكان، دار بالبطولات. هنا فين كانت كترسخ هذاك يعني لوجيكتيف ديال مجموعه ديال الرؤساء، ومنهم عز البدراوي اللي غيكون يعني واحد الانسان اللي غيمشي في الاطار ديال تحقيق مجموعه الاهداف، ومنها يعني الحصول على الالقاب والرجوع الى الواجهه من جديد الافريقيه والعربيه، ولما لا حتى العالميه، من خلال بوابه كاس العالم للانديه في حاله حدوث يعني حصول ديالو على الشامبيونز ليغ افريكا. فالشخص كيف ما قلنا شخص ملم بالميدان التسييري، ملم بالميدان الصفقات، ملم بالميدان التجاري، يعني الخبره كبيره وتجربه كبيره، ركمات ثروات كثيره. هذا دليل على النجاح ديالو، دليل على انه الانسان عارف كيفاش يوصل للاهداف ديالو. ففي الدومين ديال السبور ما عندوش تجربه كبيره، ولكن كنظن على انه غادي يدور به واحد المجموعه ديال الناس اللي غيكونوا غادي يساعدوه وغيعاونوه باش يوصل للهدف ديالو. لان المنتوج هو منتوج رياضي، ولكن التسيير غيبقى تسيير بطريقه احترافيه، بطريقه اقتصاديه، بطريقه تسييريه، في اطار واحد المانجمنت مختلف بارتيسيباتيف. لانه يعني الرياضه او لا لو برودوي ديال الرياضه ديال المنتوج الرياضي هو منتوج ما عندوش واحد اللمسه، ما عندوش واحد الصبغه، وما كان عندوش مقاييس للنجاح. راه يمكن فريق يعطيك واحد لا بريستاسيون كبيره بزاف ويعطيك لا ساتيسفاكسيون ديالو والجمهور يبقى راضي عليه، ويمكن فريق يدي لقب كاع كامل وما يرضاش عليه الجمهور، بحال اللي كيوقع في مجموعه ديال الانديه ومجموعه ديال يعني المحاولات والتجارب ديال السابقه. ف لا بيرفورمانس سبورتيف هي واحد الظاهره خطيره، وواحد الظاهره اللي ما عندهاش مقاييس، فعندها المام كبير وعندها واحد لونتوراج ديالها. فكنظن على انه كيف ما قلنا في واحد الحلقه من الحلقات السابقه على انه كل ما تيدار الان من الجانب البنيه التحتيه ولا فورماسيون دي زونترينور ولا فورماسيون دي جوور ويعني التهيئ ديال الفرق وداك الشيء، هذا دومين خاص بالونترينمون سبورتيف، خاص بالتدريب الرياضي المحض. ولكن العالميه وسميتو والتسيير الرياضي محتاج الى جانب هذا البرودوي باش يخدم، خصو مداخيل، خصو مصاريف، خصو مجموعه الاشياء اللي خصها تجي مع واحد الحمله اقتصاديه، واحد المانجمنت اللي غيكون تسييري، اللي هذا البرودوي هذا خصو يتسوق، خصو يخرج للميدان كيف ما قلنا من قبل في التجربه ديال الفريق ديال الاتفاق الرياضي المراكشي اللي لعب مقابله ديال ربع النهائي ديال كاس العرش مع الوداد البيضاوي في المركب الكبير ديال مراكش، ولم يستغل تواجد ديال 90 دقيقه في واحد المرحله ديال الاودينس اللي كبيره بزاف، ديال 10 ليلا في ليله رمضان، وكان عرس وكان بوحدو ماتش مقابله الوحده، ولم تستغل من ناحيه تجاريه، وكان عز ولعبات الفرقه بدون اي سبونسور، لعبات الفرقه خاويه ما عندها حتى شي اشهار. وهذا دليل على الفشل ديالهم من الناحيه التسييريه، من ناحيه الترويج للمنتج ديالهم الاقتصادي ولا مجموعه الاشياء. وهذا الشيء جبناه كيف ما جبناه في النموذج ديال المقابله اللي جرى المنتخب الوطني المغربي الوديه مع فريق الولايات المتحده، وكيف ما شرنا
على ان فريق الولايات المتحده بقامته هذا اضطر، ماشي اضطر، ولكن كيروج لواحد يعني لا مارك ديال السيارات في الاقمصه ديالو. هذا ماشي دليل على العجز ديالهم او لا النقص في الفلوس، ولكن كيعطيو لهذاك المنتوج واحد الصبغه اخرى تسويقيه، كيتولي مدخول، ما تيوليش عيب عليك باش انت غير تتصرف عليه، تيولي هو كيصرف، هو منتج، هو تيدخل الاموال. فهذو ملاحظات اللي خصنا نشيروا لهم. حتى من ناحيه يعني الفرجه الرياضيه، فملي كتدخل عندك مثلا نقولوا غير 20,000 متفرج، فخص هذاك المنتج يكون منتج متكامل، فيه ما هو رياضي من العرض الرياضي او المقابله الرياضيه كيف ما كندخلوا فيها، لا بيرفورمانس سبورتيف تكون في الرياضه، من ناحيه لو سبيكتاكل كيفاش خصو يكون، من ناحيه ديال التنشيط، من ناحيه ديال الانيماسيون ديال التيران، من ناحيه ديال الباكيج كامل، واش غادي تكون فيه مثلا كتكون فيه ديتر سيرفيس، يكون فيه الغداء او تكون فيه اكومباني مع العشاء، او تكون فيه مجموعه الحوايج. هنا كيتباع واحد الباكيج كامل، وتيكون مع لي سبونسور بطبيعه الحال، مع دي بارتنير اللي تيكونوا غاديين مع هذا، وكاين فيها كيف ما تنقولوا القاعده ديال وين وين او لا رابح رابح. وكتكون دائما انت اللي ما كيبقاش يولي عندك كمسير، كيولي عندك انه ذاك الماتش ديال يوم الاحد عيب، وخصك تخرج الفلوس وتعطي للاعبين وتعطي للناس اللي غيحدوا التيران وتعطي تخلص التذكره ديال التيران، يعني كلها مصاريف. بالعكس، فهذاك المنتوج اللي غتقدم هو غيولي عندك فيه المداخل، لا من ناحيه التغطيه، من ناحيه يعني تذاكر بيع تذاكر، لا من ناحيه كيفاش كتسوقوا انت. هذا هو النموذج اللي غيمكن يعني اللي خص عزيز البدراوي يخدم فيه في الاطار اللي هو موازي لكل ما هو رياضي. فالرياضه عندها مواليها، والرياضه عندها الناس ديالها، وعندها الكفاءات ديالها، وعندها الاطر الكافيه، واللي ماشي صعيب على انك تكونتروليها. بالعكس، خصك دير لها واحد الباريم ودير لها واحد التقنين اللي غادي تكون كل واحد تعرف الواجبات والحقوق والواجبات ديالو، وكل واحد خصو مراقبه في اطار واحد الحكامه مضبوطه وحكامه في التسيير. فخاص الخدمه لو كوتي الاخر، لو كوتي اللي هو اللي ما كاينش عندنا في المغرب، واللي عندنا واحد النقص كبير بزاف. كيف ما جبنا النموذج ديال الاتفاق المراكشي اللي لعب مع الوداد البيضاوي، والرئيس ديالو تيخرج وتيصرح بصريح العباره على انه كان كيتمنى على ان لولا ان الجامعه حرمت على انهم يلعبوا عند الفريق اللي غيجي عندهم، لو كان اختيار على ان الفريق يلعب في مركب محمد الخامس، لاش لاستغلال المدخولات. نسى على انه هو كيتفادى، خايف علم انه يخلص ديك 60,000 درهم للمركب الكبير ديال مراكش، لان عبء عليه كبير. وهذا دليل على ان العجز ديالو وعلى الفقر ديالهم. من الناحيه الاخرى اللي هضرنا عليها، الجانب الاخر اللي خصو ديفلوبا في جميع الفرق المغربيه بصفه عامه، فان برودوي خصو يدار، خصو هذاك لو سبيكتاكل ديال نهار الاحد ديال 90 دقيقه، خصو يكون واحد المنتوج اللي يتسوق ما قبل وبوندون اي ابخي. فما خصوش يكون خاص غير يعني بالتغطيه التلفزيونيه وكناخذوا دوك المصاريف ديالها، لا، خاصنا نستافدوا منه لا في وسط الميدان، لا في المدرجات، لا خارج الملعب، لا في من ناحيه ديال عفوا، لا من ناحيه ديال يعني لي سوشيال ميديا، مجموعه الاشياء خصها تسوق ليها، وتكون عندها كل حاجه، عندها العبار ديالها، وكل حاجه عندها المدخول ديالها، ما تكونش شي حاجه محطوطه اوازار، خاص كل شيء تكون مدروس ومحطوط. وهذا الشيء راه شفناه في لو شو اللي دارته الولايات المتحده الامريكيه على وحنا اللي كنا حنا اللي دايرين لو سبيكتاكل، ولكن هما اللي كانوا داو الفلوس، هما اللي يدخلوا. وهذا دليل على انه النجاح ديالهم، ودليل على ان خدامين في لي كوتي اخرين اللي حنا باقي ما وصلناش لهم عفوا. وهذا كيدل على ان هادو خطوات كبيره، جلب هاد الكفاءات المهنيه وهاد الكفاءات التسييريه وهاد الكفاءات اللي عندها لقات نجاح في ميادين اخرى، باش يديروا هذاك الاسقاط ديالها على الجانب الرياضي. وكنتمنى على ان هذه التجربه تنجح يعني بطريقه او باخرى، وكنتمناو على انه كل واحد يقوم بالدور ديالو. وكفانا ان مثلا الجمهور يدخل في التسيير عنده الناس ديالو، والميدان الرياضي عنده التسيير ديالو، والجمهور في التنظيم ديالو عنده التسيير ديالو. قبل ما نختم هذه الحلقه هذه، لابد من نعطيكم واحد يعني في اطار الهضره كثيره بزاف، ولكن غادي نتمتعوا ان شاء الله بواحد 20 هدف تاريخي ديال كره القدم اللي غتعطينا الفرجه وغيعطينا هذا المفهوم ديال البرودوي
كيفاش خاص يمكن يتسوق، لانه فيه واحد الروعه وفيه واحد الجماليه وتيدوم ما تيبقاش غير في 90 دقيقه. فكيف ما قلنا هذا البرودوي هذا هو تيتسوق ليه قبل وبوندون اي ابخي كيبقاو، لان اللمسات او الاهداف اللي غادي نشوفوا هي كتعقل على عفوا كاين لقطات ديال 1980 1990 كاين لقطات اللي كتدوم في التاريخ، هذيك خصنا ديما نبقاو مسوقين عليها. فهذا اللي كنقول على انه المراحل التسويق ديال المنتوج الرياضي هو فيه 3 المراحل، قبل وبوندون اي ابخي. فهذا هو اللي غيخلينا نمشيو بعيد. خليكم مع هذه اللقطات هذه ديال 20 هدف تاريخي اللي غادي نتمتعوا بها ان شاء الله. Daley Blind. Van Persie with an early run. He's onside this time. It's 1-1. Passeert Chivo over naar Saudi-Arabië. Bijna 5 minuten gespeeld. Owairan met een goede ren. Owairan, ja die kan wel iets even. Doet 1 ding te veel. Nee, hij scoort. Owairan 0-1. Recoba to take. And Rodriguez! What a strike! Don't try this yourself. It's extremely dangerous. He's in an offside position if it's delivered to him yet, but still, Badger. Oh yes! Oh yes! Oh yes! What a goal Seaman's been beaten. It's a goal. It's Ronaldinho. He scored direct from the free kick. They're going to score. This is Edilson. Deflected, Edmilson! Oh! How about that? The defender comes forward and that is one of the goals of the World Cup.
moet u in de finale zijn. Que va a urmar. Lopez almost getting away with it, but spotted that danger in a flash and finds Beckham. Beckham now to Owen, and here's another Owen run. He's going to worry them again. It's a great run by Michael Owen, and he might finish it off. Oh, it's a wonderful goal! What an amazing moment in Michael Owen's young career. A fantastic run that frightened the Argentinians, and a most unerring finish. Good play by Gamble, and again. 3-1! A brilliant individual goal by this hard little professional has put Scotland in dreamland. Com Sócrates, Serginho na grande área, no desvio, Paulo Isidoro vai para a jogada individual, preferiu o Falcão, tem liberdade, Éder, olha o tiro. Cambiasso. Mascherano. Maxi Rodriguez forcing it wide. Here's Sorin. Cambiasso. This is where Argentina can be very patient indeed. I've watched their youth teams do this. Just play the ball endlessly around the edge of their opponent's penalty area, then suddenly break with devastating consequences. Saviola, Cambiasso. Cambiasso! They've done it! They've done it! And scored a fantastic goal! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Oh! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp! Die neemt de bal feilloos aan! En hij schiet de bal erin! We spelen nog officieel 20 seconden! We are heroes tonight. That's a great goal! That is a fantastic goal by Maxi Rodriguez! What a hit! What a hit! Looking for Lampard. Breaks here for Joe Cole. Oh, brilliant! Just brilliant! He's having an inspired game. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight.
cruel to say it, but giving away a 2-goal advantage could only happen once in the 1970 World Cup, and we know who did that. I don't think Brazil are going to do it here. Erzino, faced by Paquetti. Oh, it's not a bad ball for Pele on the right side. It's Carlos Alberto. And what a great goal that was! Carlos Alberto! I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your... Daley Blind. Van Persie with an early run. He's onside this time. It's 1-1. Passeert Chivo, overname Saudi-Arabië. Bijna 5 minuten gespeeld. Owairan met een goede ren. Owairan, ja, die kan wel iets even. Doet 1 ding te veel. Nee, hij scoort. Owairan 0-1. Recoba to take. And Rodriguez! What a strike! Don't try this yourself. It's extremely dangerous. He's actually in an offside position if it's delivered to him yet. But still, Badger. Oh yes. Oh yes. Oh yes! What a goal by And Seaman's been beaten. It's a goal. It's Ronaldinho. He scored direct from the free kick.
is Edilson. Deflected. Edilson! Oh! How about that? The defender comes forward, and that is one of the goals of the World Cup. Daar komt het schot vandaan. Meisjes, een geweldige goal. Een geweldige goal van Arie Haan. En nu moet de buit binnen zijn. Nederland moet nu in de finale zijn. Extraordinario gol! Chicachi! Gol del relatore dei Lopez almost getting away with it, but spotted that danger in a flash and finds Beckham. Beckham now to Owen, and here's another Owen run. He's going to worry them again. It's a great run by Michael Owen, and he might finish it off. Oh, it's a wonderful goal! What an amazing moment in Michael Owen's young career. A fantastic run that frightened the Argentinians, and a most unerring finish. Good play by Gamble, and again. 3-1! A brilliant individual goal by this hard little professional has put Scotland in dreamland. Com Sócrates, Serginho na grande área, no desvio, Paulo Isidoro vai para a jogada individual, preferiu o Falcão, tem liberdade. Éder, olha o tiro. Cambiasso. Mascherano. Maxi Rodriguez forcing it wide. Here's Sorin. Cambiasso. This is where Argentina can be very patient indeed. I've watched their youth teams do this. Just play the ball endlessly around the edge of their opponent's penalty area, then suddenly break with devastating consequences. Saviola, Cambiasso. Cambiasso! They've done it! They've done it and scored a fantastic goal! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Oh! Frank de Boer speelt de bal naar Dennis Bergkamp. Die neemt de bal feilloos aan. En ik schiet de bal erin. We spelen nog officieel 20 seconden. The sky. We are heroes tonight. That's a great goal! That is a fantastic
Breaks here for Joe Cole. Oh, brilliant! Just brilliant! He's having an inspired game. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We are heroes tonight. Yeah, we are heroes Hasta que toca otra vez. Amador. Bien, el Negrete, el tiro. Soberbe gol de Manuel Negrete. Yes, it would be cruel to say it, but giving away a 2-goal advantage can only happen once in the 1970 World Cup, but we know who did that. I don't think Brazil are going to do it here. Erzino, faced by Paquetti. Oh, it's not a bad ball for Pele on the right side. It's Carlos Alberto. And what a great goal that was! Carlos Alberto! I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. فإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.